الخوف من البدايات او اي حاجه جديده. انا بكتب سكريبت الفيديو ده اكتر من حد بعتلي انه حابب يبدا في حاجه معينه ومش قادر ومش عارف ومتردد وخايف وعنده رهبه من الكاميرا او عنده رهبه من حاجات تانية كتير. قررت ان اعمل لكم الفيديو ده. في اوقات كتير بتكون محتاج تعمل حاجات كتير وعايز تبدا في حاجات كتير، بس اللي موقفك الخوف من البدايه. انا خديجه وهقول لك النهارده ليه لازم تبطل تخاف من البدايات، وكمان هحكي لك تجربتي الشخصيه. في اوقات كتير بتبقى محتاج تعمل حاجه جديده او محتاج تبتدي في حاجه جديده، شغل، بزنس، كورس معين، او اي تغيير حابب تعمله في حياتك، واللي بيبقى موقفك حاجه واحده بس، وهي الخوف من البدايه. بتلاقي نفسك قبل خطوه البدايه بالظبط بتقف، وقبل ما تبتدي بتقول انا مش عارف ابدا منين وازاي اصلا ممكن ابتدي. بتحس انك عايز كل حاجه حواليك تبقى مثاليه علشان بس تاخد اول خطوه. مثلا بتستنى يبقى معاك مبلغ معين علشان تبتدي الشغل ده، او بتستنى حاجات معينه لازم تجيبها علشان تبدا في الحاجه دي، او بتستنى ظروف معينه او وقت معين وبتقول لا انا لازم ابدا في الوقت المناسب. من موقعي هذا احب اقولك ان الوقت المناسب مش هيجي، والظروف اللي حواليك في حياتها ما هتبقى مثاليه، او كل حاجه حواليك مستحيل تبقى زي ما انت عايز. واصلا مش المفروض ان كل حاجه حواليك تبقى مثاليه، المفروض انت تتاقلم عليها وتحاول تبتدي علشان تحاول تخليها اقرب للمثاليه او زي ما انت عايز. انا مثلا كنت بحس ان دايما محتاجه ان كل حاجه حواليا تبقى مثاليه علشان ابتدي اعمل محتوى على السوشيال، او بمعنى اصح كان عندي رهبه وخوف. ليه بقى؟ معرفش. مستنيه كل حاجه حواليا تبقى زي ما انا عايزه بالظبط، مستنيه سيت اب مناسب، اجيب كاميرا حلوه وستاند حلو واضاءه كويسه، لدرجه ان عايزه اقول لكم ان الستاند والرينج لايت اللي انا بصور بيهم حاليا جايباهم من 4 سنين مثلا. متخيلين؟ طيب بعد ما جبتهم ما بداتش ليه؟ علشان كنت مستنيه سيت اب مناسب، كاميرا مناسبه. ازاي يعني يا خديجه هتبداي من غير مايك؟ مستنيه كل حاجه تبقى مثاليه بالظبط، وفي الواقع مفيش حاجه هتبقى مثاليه. طيب حتى لو كنت عملت كل الحاجات دي ما كنتش هبدا برضه. ليه؟ انا هطلع اعمل ايه؟ ايه المحتوى اللي ممكن اقدمه يعني؟ وازاي اصلا ممكن اعمل محتوى؟ واصلا مستحيل اهلي يوافقوا. انتي اصلا حد في عيلتك قبل كده عمل حاجه زي دي؟ او شفتي حد من اللي حواليكي بيطلع يقدم كونتنت على السوشيال ميديا؟ والاجابه هنا بتكون لا. طيب امال ليه عايزه تعملي كده؟ انت بتعملي قوانين وحاجات جديده محدش عملها قبلك؟ اصلا عيلتك محافظه ومستحيل يوافقوا. واصلا بقى انت عندك رهبه من الكاميرا، ده انت لو حد بيصور فيديو ولا صوره في الشارع بتخبي وشك علشان ما تظهريش فيها، فازاي بقى هتعملي محتوى على السوشيال؟ ممكن تكونوا فاكرين ان انا كنت بتناقش مع حد وبيقولي الحاجات دي. لا، انا كل الكلام ده في دماغي، لا اتناقشت مع حد ولا اتكلمت مع حد في الموضوع ده نهائيا. كل الكلام كان جوه عقلي وبس. ولما اتناقشت مع الناس اللي حواليا، في الواقع ما اتناقشتش مع حد، انا بدات وبعدين اتناقشت. لما اتناقشت مع جزء صغير من اهلي لقيت ان مفيش مانع، بس اكيد في ليميت معين. قد ما كانت الظروف اللي حواليكوا مش مناسبه ومش مثاليه، ابداوا. البدايه صدقوني مش بتحتاج حاجه، واصعب حاجه هي البدايه. قد ما كانت الظروف اللي حواليكوا مش مناسبه ومش مثاليه، مش مشكله، ابداوا. وفي طريق رحلتكم حاولوا تخلوها زي ما انتوا حابين. لما تبداوا هتعرفوا ان كل حاجه بتفكروا فيها هي مجرد اوهام في دماغكم انتوا وبس. استعينوا بالله وابداوا، ولما تبداوا اتطوروا زي ما انتوا حابين. وقبل ما تبدا افتكر انك لو كنت بدات من السنه اللي فاتت كان زمانك بتحتفل بنجاحك النهارده. في النهايه افتكر ان اللي بتعيشه النهارده كان نتيجه اختيارات امبارح وبس. دمتم بخير.